لكل البنات اللي بتبحث عن كريم أكريتين لتصغير الأنف طبيعيا، كريم تصغير الأنف من الصيدلية، أحب أطمنهم إن في بديل لكريم الأكريتين متوفر في الصيدليات، له نفس تأثير وفعالية كريم الأكريتين للأنف. كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن كريم أكريتين وإزاي هو بيساعد على عملية تصغير الأنف عن طريق إزالة أو تقليل الدهون تحت جلد بشرة الأنف. لو حابين تشوفوا الفيديو ده هيظهر لكم في آخر شاشة نهاية في الفيديو، تقدروا تضغطوا وتخشوا عليه. اما بالنسبه لبدائل كريم الاكريتين، اول كريم معانا هو كريم اسمه اكني فري. الكريم ده تركيزه عالي الى حد ما، يعني بيوازي كده تركيز النص الكريم الاكريتين، فاحنا مش هنقدر نستخدم منه على الانف كميه كبيره، يكفي بس نقطه صغيره جدا هنستخدمها على كامل الانف، وكمان مش هنستخدمه كل يوم، يعني يكفي نستخدمه 3 مرات بس في الاسبوع علشان ما نسببش التهاب للبشره. والافضل كمان ان انت تستخدمي معاه كريم لتخفيف الالتهابات. اول ما تحسي ان الكريم ابتدى يقشر بشرة الانف هتبتدي تطبقي معاه كريم مضاد للالتهابات. والكريم التاني هو كريم اسمه افوتين ايه. الكريم ده متوفر اكتر في السعودية وفي الامارات، في مصر هتلاقوه قليل شوية. طيب في كريمات تانية بديلة زي كريم ماربلين كريم، وكريم اكني سكيف جل، وكريم ادابالين، كمان كريم ديفرين، وكلهم دول بينتموا لعائلة او المادة الفعالة بتاعتهم هي مادة الادابالين. ومادة الادابالين دي برضو هي مادة شبيهة جدا بمادة التريتينوين اللي بيحتوي عليها كريم الاكريتين، فهي بديل ممتاز جدا جدا ليها. ولو حابين يا بنات تعرفوا طريقة استخدام كل الكريمات البديلة دي زي كريم اكريتين بالظبط، تقدروا ترجعوا للفيديو الاصلي اللي هيظهر لكم في اخر الفيديو. واي سؤال انا حاضره معاكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك للفيديو لو استفدتوا، وتشتركي في القناه عشان كل جديد بالمختصر المفيد مع دانا يوصلكم باستمرار. اشوفكم على خير في فيديو جديد.